هاي يا شباب، عاملين ايه؟ انا دكتوره نرمين مقبل وبعمل حاليا دراسات عليا في التغذيه العلاجيه، وجايه النهارده اقول لكم على 5 حاجات لو عملتوها كتير هتخسوا كتير. اول حاجه، اشربوا ميه كتير. على قد ما تشربوا ميه على قد ما يزيد نشاط الدوره الدمويه اللي بتغذي لي الشعر والبشره، والكبد كمان اللي هو بيزود لي حرق الدهون. فاشربوا ميه كتير تخسوا كتير. رقم 2، كلوا زبادي كتير. الزبادي مليان حاجات فيتامينات ومعادن وعناصر غذائية مهمة جدا للجسم، وفي نفس الوقت فيه بروتين اللي هو بينظم لي الشهية، فكلوا زبادي كتير. تالت حاجة، كلوا سلطة كتير. على قد ما تاكلوا سلطة كتير على قد ما تاخدوا حيز أكبر في المعدة بكالوريز أقل، وده بيساعد على إننا نخس. رابع حاجة وحاجة مهمة جدا جدا، الحركة. نتحرك كتير جدا عشان نحرق كل السعرات الحرارية اللي بناخدها في اليوم، وكمان زيادة من الدهون اللي متخزنة في الجسم. خامس حاجة بقى ودي أهم حاجة، هو إنك أنت ما تثبتش جسمك على نظام غذائي معين، وده إحنا بنعمله كدكاترة تغذية علشان الجسم بيبقى سيستم ذكي جدا وبيظبط حاله على الكميات اللي داخلاله. لو قعدنا فترة على نظام غذائي معين حتى لو خسينا في الأول، الجسم بياخد على النظام ده وبيمنع لي حرق، عشان خلاص هو قرى إن أنا بدخله سعرات حرارية قليلة. فتغيير النظام مع دكتور التغذية دي أهم حاجة نخلي بالنا منها. أشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.